استطاع الشاب زكريا من ولاية غليزان أن ينجح في ابتكار ألعاب فيديو وفيديوهات ثلاثية، ما جعل شركات عربية كبيرة وعالمية مختصة في البرامج الإلكترونية تقدم له العديد من العروض للعمل. تفاصيل أكثر مع حمزة زروقي ونجم بكرش. زكريا بوتا شاب في 17 من العمر، حبه وشغفه بالبرامج الإلكترونية قاده للغوص في هذا المجال وتطوير قدراته ليسطع نجمه وسط شباب غليزان من خلال ابتكاره لألعاب فيديو وفيديوهات ثلاثية الأبعاد في وقت وجيز. فكرة اللعبة جاتني لون 2016. كنت حاب نخدم جو تو سامبلومون باش نقدر نستمتع به. الجو هذا ابري ديفلوبات ليدي تاع اني نخرجه جو للناس يكون كوميرسيال. موراها جو ديفلوبيت قعدت معه وقت خدمت فيه مانتونو راني في الشهر الثامن من الديفلوبمون تاع الجو تاع هذا. عديد العروض تلقاها زكريا من شركات عربية وعالمية مختصة في تطوير ألعاب الفيديو، لكنه رفضها مصمما على تأسيس شركته في الجزائر. نقدر ندير اونتربريز الجيريان كامله، نقدروا بها ننشروا لي جو فيديو تاعنا وتكون ان شاء الله من الاولى، باسكو هذا دومين ماهوش موجود بشكل جيد في الجزائر. جاتني عروض حتى الان تقريبا في اهم عرض اللي هو تقريبا اخر عرض جاني من مصر، شركة رامبلينج ستوديوز، فشركة مطورة ألعاب وناشرة ألعاب لديها عقد خاص مع سوني. أول تعليمات السيد مدير الشباب والرياضة سي عبد القادر بالعبدي، من أهم تعليمات نتاعو كانت التقرب من الشباب في الميدان. وعلى سبيل المثال أو ابن زكريا غادي ننظر إن شاء الله في كيفية تأطيره ومساعدته ميدانيا. الأفكار التي يحملها زكريا كنز لا يقدر بثمن في عالم الاقتصاد التكنولوجي والرقمي، واستثمار كبير، خاصة وأن برامج ألعاب الفيديو تدر على مبتكريها ملايين الدولارات. فهل يتحقق حلمه في تجسيد شركته في الجزائر؟